السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي واخواتاتي في حلقة جديدة. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ، إذا كنت أول مرة كتشوف القناة ماروك سيتي، وما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش توصلك جميع الأخبار الرياضية أول بأول. الدعم ديالكم هو اللي كيعطينا الحماس باش نستمروا ونقدموا لكم محتوى يومي بجودة أحسن. اليوم غادي نهضروا على واحد المباراة اللي العالم كامل كيتسناها، وهي المواجهة الكبيرة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم. هذه المباراة ماشي عادية، لأنها كتجمع بين جوج منتخبات كبار، وكل واحد فيهم عنده الطموح يوصل لنصف النهائي ويقرب أكثر من حلم التتويج. الصحافة الفرنسية كاملة تقريبا متفقة على حاجة واحدة، وهي أن المنتخب المغربي ولا رقم صعيب في الساحة العالمية، وما بقاش أي منتخب كيقدر يستهين به. بزاف ديال الجرائد والقنوات الفرنسية بدات كتتكلم باحترام كبير على المستوى اللي وصل ليه المنتخب المغربي، وهذا الشيء كيبين باللي أسود الأطلس فرضوا راسهم على الجميع. صحيفة ليكيب الفرنسية اللي تعتبر من أكبر الجرائد الرياضية في فرنسا قالت بأن المنتخب الفرنسي تأهل بصعوبة بعد ما ربح منتخب باراغواي بهدف مقابل لا شيء. المباراة ما كانتش سهلة عليهم، بحيث واجهوا دفاع منظم، وزاد عليهم الجو السخون اللي صعب المهمة. الهدف الوحيد جاء من ضربة جزاء سجلها كيليان مبابي، وبهذا ضمن المنتخب الفرنسي التأهل لملاقاة المنتخب المغربي. ولكن ليكيب شددت على نقطة مهمة، وهي أن فرنسا استهلكت مجهود كبير باش توصل لهذا الدور، وزادت قالت بأن المنتخب الفرنسي غادي يلقى قدامه منافس مختلف تماما، لأن المنتخب المغربي معروف بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي والسرعة في المرتدات. بمعنى آخر، فرنسا خاصها تكون حاضرة بنسبة 100%، وإلا غادي تلقى صعوبات كبيرة. وزادت الصحيفة قالت بأن غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة خلى المدرب الفرنسي يقلب على حلول جديدة، وهذا الشيء ممكن يأثر على التوازن ديال الفريق، بينما المنتخب المغربي داخل المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بعد ما قدم مستويات رائعة في اللقاءات السابقة. من جهة أخرى، صحيفة لو باريزيا ركزت على موضوع آخر مهم بزاف، وهو البطاقات الصفراء. قالت بأن عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي مهددين بالإيقاف إذا خدوا بإنذار جديد، وهذا الشيء خلى الطاقم التقني الفرنسي كيحسب لكل خطوة، لأن أي لاعب مهم يغيب على نصف النهائي إذا تأهلت فرنسا غادي يكون خسارة كبيرة بالنسبة ليهم. يعني المدرب الفرنسي خاصو يلقى التوازن بين اللاعب بقوة باش يربح المباراة، وفي نفس الوقت يحافظ على اللاعبين ديالو من الإنذارات، وهنا كيبان الضغط الكبير اللي عايشين الفرنسيين قبل مواجهة المغرب. أما إذاعة RMC سبور فقالت بأن هذا المباراة ما خصهاش تتسمى مباراة ثأر، ولكن هي مواجهة بين جوج منتخبات كيعرفوا بعضياتهم مزيان، كاين تاريخ مشترك، وكاين بزاف ديال اللاعبين اللي تزادوا أو تربوا في فرنسا وعندهم أصول مغربية، وهذا الشيء كيخلي اللقاء عنده طابع خاص. ولكن RMC أكدت بأن الظروف تبدلت بزاف مقارنة بالمواجهات السابقة، لأن المنتخب المغربي تطور بشكل كبير، ولا عنده شخصية قوية داخل الملعب، وما بقاش كيخاف من المنتخبات الكبيرة. حتى إذاعة فرانس أنتر تكلمت على الجماهير الفرنسية اللي عندها أصول مغربية، وقالت بأن بزاف منهم غادي يعيشوا مشاعر مختلفة، كاين اللي كيشجع فرنسا، وكاين اللي قلبه مع المغرب، وكاين اللي غير باغي يشوف فرجة كروية كبيرة، وهذا الشيء كيبين أن المباراة عندها قيمة رياضية وإنسانية كذلك. أما فرانس أنفو فأشادت بزاف بالمستوى اللي كيقدمه المنتخب المغربي، وقالت بالحرف بأن المغرب من بين أجمل المنتخبات اللي شاركت في هذه البطولة، وأكدت بأن أسود الأطلس غادي يدخلوا المباراة بثقة كبيرة، بينما المنتخب الفرنسي خاصو يقدم أفضل مستوى ديالو إذا بغى يتأهل. ومن جهة أخرى، قناة TF1 الفرنسية نقلت تصريحات ديال بعض لاعبين المنتخب الفرنسي، وكلهم كانوا كيهدروا باحترام كبير على المنتخب المغربي. قالوا بأن المغرب فريق منظم وعنده لاعبين مميزين، وأثبت القوة ديالو في هذه البطولة، وبالتالي أي خطأ صغير ممكن يكلف فرنسا الإقصاء. هذا الكلام كامل كيبين بأن صورة المنتخب المغربي تبدلت بشكل كبير عند الإعلام العالمي. قبل سنوات كان البعض كيشوف المنتخبات الإفريقية والعربية على أنها غير مشاركة فقط، أما اليوم فالجميع ولا كيحسب ألف حساب للمنتخب المغربي. الجميل في هذا الشيء كامل هو أن الاحترام جاء من العمل والنتائج ماشي بالكلام. المنتخب المغربي فرض شخصيته داخل الملعب، ولا كيواجه أكبر المنتخبات بثقة كبيرة، وكيقدم كرة قدم منظمة وعصرية. بطبيعة الحال المباراة ما غاديش تكون سهلة نهائيا، المنتخب الفرنسي عنده نجوم كبار وتجربة كبيرة، والمغرب كذلك عنده مجموعة متماسكة وروح قتالية عالية، لذلك اللي غادي يحسم اللقاء هو التركيز والانضباط واستغلال الفرص. الجماهير المغربية كلها عندها
عندها أمل كبير في أسود الأطلس، والكل كيتمنى يشوف المنتخب الوطني يواصل كتابة التاريخ ويحقق إنجاز جديد يفرح كل المغاربة. دابا الدور عليكم أنتم، شنو هو توقعكم لنتيجة المباراة؟ شكون تتوقعوا يكون نجم اللقاء؟ كتبوا لنا رأيكم في التعليقات، لأننا كنقرأ جميع التعاليق وكنستفيدوا من آرائكم. وإذا عجبكم هذا التحليل ما تبخلوش علينا بلايك، لأنه كيساعد الفيديو يوصل لعدد أكبر من الناس. والأهم من هادشي كامل، اشتركوا في القناة إذا مازال ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس باش توصلكم جميع الأخبار العاجلة والتحليلات الحصرية أول بأول. الدعم ديالكم سواء بالاشتراك أو الإعجاب أو التعليق أو مشاركة الفيديو مع الأصدقاء هو السبب الحقيقي اللي كيخلينا نستمروا ونطوروا المحتوى ديال القناة. هدفنا نوصلوا لأكبر عدد من عشاق كرة القدم ونقدموا لكم أخبار موثوقة وتحليلات ممتعة كل يوم. شكرا بزاف على حسن المتابعة، والله يجازيكم بخير على ثقتكم ودعمكم المتواصل. نلتقوا إن شاء الله في فيديو جديد مع آخر المستجدات والأخبار الحصرية الخاصة بالمنتخب المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.